السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف الخامس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل اسئلة كتاب الاضواء على القواعد المفعول لاجله. عندنا نشاط واحد: يجتهد الطالب في المذاكرة رغبة في التفوق. الجملة السابقة طبعا فعلية. الكلمة التي بنت سبب الاجتهاد اللي هي رغبة، بينت سبب الاجتهاد. كلمة رغبة تعرب مفعول لأجله. المفعول لأجله دايما منصوب، علامة نصبه الفتحة. بنستنتج انه اسم منصوب يبين عندنا اللي هو سبب حدوث الفعل. تمام. وقف الشاشة يكتب الإجابات كلها وبعد كده يكمل معايا الفيديو. نشاط 2: اجتهد تحقيقا للتفوق. اجتهد لتحقيق التفوق، اجتهد كي أحقق التفوق. الكلمة التي تعرب مفعول لأجله طبعا ليها تحقيقا. كلمة تحقيق في الجملة رقم ب اسم مجرور. كلمة أحقق فعل نوع مضارع. المفعول لأجله اسم منصوب ويسأل عنه بلماذا. تمام. بعد كده عندنا 3 عايزين الفعل مفعول به مفعول لأجله. يتقن ده الفعل والعامل ده الفاعل والمفعول به العمل وطلبا دي مفعول لأجله. يساعد الفعل أبي الفاعل، الجيران مفعول به، حبا ده المفعول لأجله. صان فعل الفاعل الصديق، سر مفعول به. بعد كده إخلاصا هي المفعول لأجله. تمام. وقف الشاشة اكتبهم وبعد كده كمل معايا. نشاط 1: زرت أقاربي صلة الأرحام. عندنا كلمة أقاربي هنا اللي هو مفعول به. يستيقظ الفلاح مبكرا ساعيا لطلب الرزق، مفعول لأجله طبعا ساعيا. قمت بواجباتي حبا في معلمي طبعا مفعول لأجلي. يموت الجندي فداء، فداء هنا عندنا طبعا بالفتحة. سافرت إلى سويسرا لاستمتع بطبيعتها. عندنا هنا دي مفعول لأجله ده طبعا لا. أقدم كثير من الجهد لرفعة وطني، كثيرا هنا عندنا مفعول لأجله طبعا غلط. شربت في البيت ماء كثيرا، ماء تعرب مفعول به صح. جلسنا أمام والدينا صامتين استماعا، استماع دي مفعول لأجله صح. نشاط 3: حدد المفعول لأجله. يبذل العلماء الجهد الوفير إسعادا للبشرية. ائتمن الرجل صديقه على سره ثقة فيه. يقرأ الطالب كثيرا تنمية لثروته اللغوية. نستخدم الطاقة الشمسية تقليلا لتلوث البيئة. تناولت غذائي تقوية لجسدي. بعد كده عندنا أي كلمة حطيت تحتيها خط اكتبها في النقط. نشاط 4: أكمل. عندنا نفذ الجندي أوامر قائده طاعة لتعليماته، ونحط تنوين بالفتح دايما على آخر حرف. تجنب الطفل السير في هذا الطريق خوفا من الكلب. أذاكر دروسي رغبة في التفوق. يجتهد العاملون مثلا إخلاصا لوطنهم. أساعد الفقراء مثلا رغبة في إرضاء ربي. أقرأ عن العظماء حرصا على الاقتداء بهم. وقف الشاشة اكتبهم كلهم وبعد كده أكمل معايا الفيديو. بعد كده عندنا ده قاعد صياغة كل جملة بحيث تشتمل على مفعول لأجله. نسير على الرصيف حتى نتجنب الحوادث. هنكتب نشيل الكلمة دي بس ونكتب تجنبا. تجنبا لحوادث يعني نحط بس لام عند الحاء. تمام. أطيل قراءتي في المكتبة لأبحث عن معلومات جديدة اللي هو بحثا. بس انت اكتب الجملة كلها تاني. أذهب للمدرسة لكي أتعلم. هنقول حرصا على التعلم. نشيل بس لكي ونكتب حرصا على. استمع إلى نصائح معلمي لأننا احترمه. نشيل دي ونكتب احتراما له. أذاكر كثيرا كي أحقق طموحاتي اللي هو مثلا رغبة
في تحقيق طموحاتي. أشترك مع زملائي في عمل اللوحات لنزين الفصل. نكتب تزيينا للفصل. تمام. بعد كده عندنا وقف الشاشة، اكتبهم كلهم وكمل معايا بعد كده. نشاط 6، استخدم الكلمات نحطها يعني في جملة، بس بحيث ان الكلمات دي تبقى مفعول لأجله. مثلا قدم المدير هدية للمتفوق تكريما له. بعد كده إقبالا، مثلا أذهب للمتحف إقبالا على الآثار. تحية، مثلا أقف تحية للمعلم. إشباعا، مثلا تطير الطيور إشباعا لحاجته أو لحاجته. بعد كده آخر كلمة تطوير، تقيم الدولة المدارس تطويرا للعلم. بعد كده عندنا نشاط 7، أجب بس اللي هو بجمل بتشمل على مفعول لأجله. يعني مثلا لماذا تنشأ الحدائق؟ مثلا نكتب حفاظا على البيئة. رقم ب، لماذا نحافظ على النيل؟ ممكن نكتب تاني حفاظا على ماءه أو حرصا على ماءه. رقم ج، لماذا صرت صديقا؟ مثلا رغبة في الاطمئنان عليه. لماذا أطعت والديك؟ إخلاصا لهما. تمام. بعد كده نشاط 8، بين سبب نصب الكلمات. طالما قال لك سبب نصب الكلمات يبقى انت هتكتب الإعراب. يعني دي مثلا منصوب عشان مفعول به، مفعول لأجله، وهكذا. قطفت زهرة، هنا مفعول به، مفعول به منصوب بالفتح. صام المسلم طاعة، هنا مفعول لأجله منصوب بالفتح. قدم العالم زويل أعمالا جليلة، هنا هتبقى أعمالا، عندنا هنا مفعول به. ذهبت إلى القرية حبا في الهدوء، مفعول لأجله. بعد كده رقم 9، فرق إعرابيا. طالما قالك فرق إعرابيا يعني اعرب دي واعرب دي. أديت عملا صالحا، طبعا دي مفعول به وكمل منصوب بالفتح، ما تكتبش مفعول به وتسكت. أديت واجبي عملا، هنا مفعول لأجله وبرضو كمل منصوب بالفتح. يبكي الطفل من الألم، اجعل الجر والمجرور اللي هو من الألم مفعول لأجله، يبقى ألما. يبكي الطفل ألما، ألف لام ميم ألف عليها تنوين بالفتح. نشاط 10، عايزين فاعل وزارة، عايزين علامة الرفع الضمة، عايزين فعل أقامت نوع مضارع. بعد كده عندنا أوضح سبب نصب الكلمتين. عندنا هنا اللي هو أول هنا مفعول به، تشجيعا هنا مفعول لأجله. صوب
أزور معرض الكتاب حرصا. حرصا هتبقى صاد ألف عليها تنوين بالفتح وشيل التنوين بالضم. نشاط 11 كرم الرئيس، طبعا هنا دي فاعل مرفوع بالضم. للموظفين دي جر ومجرور، يبقى اسم مجرور بالياء. وخاصة بالذكر الجنود هنا مفعول به منصوب بالفتح. تمام. بعد كده عايزين نستخرج مفعول به بس جمع مذكر سالم، المعلمين، وطبعا علامة الإعراب الياء. طب عايزين مفعول به بس جمع مؤنث سالم، عندنا هنا اللي هو كلمة الطبيبات. تمام. وطبعا دي هتبقى كسرة. عايزين فعل ماضي وواحد تاني مضارع. عندنا هنا كرم ده الماضي، وممكن مدح برضو ماضي، وممكن خاصة ماضي وقدم ماضي. تمام. يحرسون هنا دي مضارع. بعد كده عندنا أكمل بمفعول لأجله يقف شرطي المرور في الشارع، مثلا تنظيما للمرور. بعد كده عاقب القاضي المجرم تأديبا له. نتحمل الصعاب تحقيقا للمجد. نظم عادتك في الأكل حفاظا على صحتك. تمام. بعد كده ضع خط تحت المفعول لأجله. سافر المتفوقون في بعثات تعليمية طلبا للعلم. أقف تقديرا للمعلم. أمشي بهدوء مخافة السقوط على الأرض. سعادة والدي أملا في رضاها. كله هيبقى بالفتح، علامة الإعراب بالفتح، اكتبها في كل نقطة. نشاط 12 عايزين اعرب قال الأب، يبقى دي فاعل مرفوع بالضم. فالعلم دي مبتدأ مرفوع بالضم. معلش الهمزة بتاعت المبتدأ اتشبكت في المرفوع. تمام. بعد كده استخرج، عايزين مفعول لأجله. مفعول لأجله عندك كلمة بغية. تمام. الإعراب بتاعه عادي، مفعول لأجله منصوب. مفعول لأجله منصوب بالفتح. تمام. بعد كده عايزين خبر، اللي هو عندنا هنا كلمة سبب، فعل مضارع. يرقى حرف، عندنا هنا ممكن الفاء دي. تمام. وممكن من عفوا اهو منه هنا تبقى حرف جر. بعد كده عندنا نصحت المعلمة الطالبات بالحرص على القراءة والرياضة. حدد المفعول به الطالبات، وعلامة الإعراب كسرة. تحقيق حطها في جملة بس عايزينها مفعول لأجله. مثلا أجتهد في الدراسة تحقيقا للنجاح. تمام. وقف الشاشة، اكتب انت الإجابات براحتك وبعد كده كمل معايا الفيديو. نشاط 13 ده هنا هنكتب بخط النسخ والرقعة عشان خطنا يتحسن. وبعد كده 14 اطلب من ولي الأمر أو المدرس إن هو يمليك أي حاجة. تمام. يعني يمليك أي حاجة في سطرين عشان كتابتك تتحسن. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وانتظروني فيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.